السلام عليكم، مساء الخير عليكم كامل، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ومع وصفه جديده اللي هما لي طارت او فروي. راح نعملهم بهاد لي فون دو طارت اللي تجي وصفه تاعهم يعني عجينه تاعهم رائعه، تبقى مقرمشه يعني اطول مده ماش راح تطرى ابدا. وصفه رائعه جدا. ما نطولش عليكم فيديو، جوزو نشوفوا الطريقه تاعها. وبليزي اذا عجبكم الفيديو بيان سور ديروا لي لايك اعجاب واشتراك في القناه. إذا فيما يخص العجينة قلت لكم العجينة هذه تجي رائعة، تجي خفيفة بزاف وتبقى يعني طرية لأطول مدة. هنا نسحق 125 غرام تاع الزبدة أو مارغرين. هنا عندي 4 ملاعق تاع الزيت حوالي هكاك 40 غرام. هنا عندي حوالي تانيك 4 ملاعق تاع الماء ماشي بزاف. عندي تانيك حبة بيض. نسحق لافاني شويه تاع لافاني ونسحق زوج مغارف تاع السكر، زوج مغارف ما ديروش بزاف حلوه. ونسحق ثاني الفارينه هنايا انا درت هنايا زوج كيسان ونص. هو نلمها برك مع يعني كل وحده تقدر تعرف شحال الفارينه تاعها تشرب سوائل، تقدر تدير لك اكثر تقدر تدير لك اقل. المهم هنايا في ريسيبيون ولا ندير كلش مع بعض. درت الزبده، ندير الزيت، نزيد البيض تانيك، نزيدو لافاني وزيدو الماء، نزيد زوج ملاعق تاع السكر ما يكونوش معمرين بزاف ولافاني. وهنا بالباتور نطلع كلش مع بعض، نخلطو مليح حتى يتخلط هذاك الماء والزيت، لازم يتخلط كلشي مع بعضو. كما قلت لكم هذا النوع تاع العجينه تجي هايله. على بالكم حتى ساعات كي نديروا هذاك لي خوي نديروا لا كريم باتيسير ياخذ تشوفوها شغل ولا تطريه، هذه تبقى مقرمشه لاطول مده. فوالا نبقى نخلط هكذايا كامل، شوفوا حتى تشوفوها كيفاش ولات كريميه، يعني هذاك الماء والزيت كامل تجانس مع العجينه مع الخليط كامل. فوالا ومن نبدا ندير الفارينه، نبدا نلمها بفارينه، نلمها شغل ماشي طريه يعني حتى تسيح وماشي تانيك وماشي يابسه. فوالا هكا متماسكه، شتو كيما تاع الصابلي شويه فوق كيما تاع الصابلي تجي متماسكه شويه. فوالا دوكا نبقى نلم فيها غير هكايا بصبعتيا برك بصبعتين برك، ما نعجنوهاش مليح. انا الفارينه درت لي سوا زوج كيسان معمرين، هذاك تاع الكاس هذاك اللي نقيس به تاع 250 ملي تاع الماء، حوالي درت لي 300 غرام تاع الفارينه درت لي. فوالا دوك نديرها غير هكا في الكيس، نخليها تريح. راكو شتو يعني ما فيهاش لا ليفير ولا، نخليها تريح. قد ما خليتوها تريح قد ما راح تجي يعني قد ما تجيكم مليحه. درتها في الثلاجه. انا هنايا انا حنديرهم انا في هاد لي مول، اي مول تحبوا ولا مول كبير هكا كيما تحبوا بيان سور. ونبدا ندير انا العجينه كيما زمان كنت نحال العجينه ونطبع ونحط، يعني هكا احسن هكذايا برك عينك يا ميزانك ديري وخلاص. وحلي ما ديرهمش خشان بزاف باش ما يجوش هكا، ماشي نحكي يكون خشان وما ديرهمش تاني رقاق بزاف عادي. نبقى نمشي ونجوزها كامل هكايا كامل في الاطراف، والزايد هذاك من الفوق نحيهولو بالموس ولا باليدين كما تحبوا. فوالا صدقوني هاد الوصفه رائعه، هاد الطريقه تاع العجين تاعها تجي هايله بزاف. يعني ساعات كي نديروا لها هكاك لا كريم باتيسير مع لي فخوي يزيدوا هكا شويه باك ولا لو لوندوما تولي طريه بزاف. هذه لا هذه تبقى مقرمشه، تبقى فريمون مقرمشه. وبيان سور هاد الكميه تاع العجينه مش راح تعطيك غير هاد الكميه تاع لي طارت، راح تعطيك يعني اكثر. خصوصا دوكا يعني انا في موسم تاع الفواكه، خصوصا الفريزه كاين بزاف الفريزه دوكا الموسم تاعها، واحد يبروفيتي يدير هكا هكذا لي طارت وفروي. فوالا دوكا هكا كي نكملهم كامل نتقبهم غير هكا شويه بالفرشيطه ماشي بزاف، ما فيهمش الخميره. ومن بعد نديرهم داخل كونجيلاتور نخليهم حتى يبردوا مليح ولا يتكونجلاو. معليش تقدروا ديرهم لافاي، تقدروا ديرهم هكا كيما تحبوا. ومن بعد نخرجهم ونديرهم يطيبوا. شوفوا هنايا راهم كونجلي، درتهم كنت حنطيبهم بعد كان عندي شغل وسنيت. هنا اونترطون راح ندير لا كريم باتيسير. هنا عندي نص لتر تاع الحليب حوالي زوج كيسان، عندي زوج حبات بيض، عندي زوج مغارف كبار تاع مايزينا، لافاني، وحوالي 3 ملاعق تاع السكر كبار.
هنا ندير حبة بيضة كاملة مع واحد صفار. فوالا حبة بيضة كاملة مع واحد صفار، ونرمي السكر، نزيد تانيك لافاني ومايزينا، نخلط كل شيء هكا مع بعض، نخلطهم مليح مليح حتى كل شيء يتخلط هكذايا، وشويه الخليط هذاك يبدا هكا شويه يبيض، ونزيد له الحليب هنا راني سخنته ما غليتوش، لكن راهو سخون، يعني احسن ديرها هكذايا باش ما يجيش ريحه البيض فيه كي يكون هكاك سخون. ولكن نخلط كل شيء مع بعض، ندير كامل الحليب هذاك، ومن بعد ندير داخل كاسرونه ونديرو يطيب بيان سور حتى يبدا يدير لي فقاعات هذاك ونحبس. شوفوا كما راكم تشوفوا هكذايا، وما تزيد له حوالي 50 غرام تاع الزبده، ونديرها له هكا كسونه، غير نحيها نطفي عليه على النار، ندير له الزبده. شوفوا كيفاش يولي سموث رائعه، تجي كان باتيسير هايله. شوفوا اي اناء يكون شويه هكا بلا نديرو فيه، نغطيه ببابي فين وشنو او كونتاكت هكذايا باش ما ديرليش الجلده هذيك، نخليه حتى يبرد مليح او يبرد تماما. كي يبرد هكا فوق البوطاجي نديره داخل الفريجيدار. ها ملي كنا نشوفوا هنايا لي فون دو طارت تاوعي بعد ما طابو، شوفوا جاو رائعين جاو رائعين، وما تحبطلكش العجينه، ما تحبطش خلاص. وبيان سور لي فروي الفواكه، ديري الفواكه اللي حبيتي. هنا بعد ما لا كريم بردت، لا كريم باتيسير او كان يقولوها الكاسترد اون انجلي يقولوا لها كاسترد، فوالا نديرها هكذايا، درتها في لابوش لا دوي هذاك باش تخرج لكم هكا شكل الشباب. شوفوا كيفاش جات شابه، جات هايله لا كريم. فوالا دوك نكملهم كامل هكذايا. فوالا وبعد نديرو لي فروي تحبوا ديروا فواكه، تحبوا ديروا البنان، تحبوا ديروا لي هكذا كيما درت الفراوله ولا اللي تحبوا. انا الفراوله قطعتها غير هكاك على زوج، زدت لها تاني العنب تاني قسمته، ما حبيتش ندير حبات هكا كومبليت. تحبوا تعمروهم بزاف، تحبوا ديروهم غير في الفريزه وحدها، تحبوا ديروا لي طارت كاو شوكولا ولا لا طارت سيترون تانيك ديروها بهاد لي فون دو طارت. فوالا نديرهم كامل هكذايا. وفي الاخير ندير لهم لا جولي ولا الناباج ديرهم الفوق. انا الناباج هذايا انا خدمته، اللي حبت الوصفه ولا حبيتو ندير لكم الوصفه نحطها لكم ان شاء الله فيديو اللي حبت. هنايا في اوروبا وهنا في بريطانيا ما كاش ما يبيعوش، صافي نخدمه. فوالا شوفوا هنايا كيفاش جاو، عطات لي كميه اكثر حوالي هكاك 18 حبه. شوفوا كيفاش جاو رائعين، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. المهم يعني العجينه هذوك لي فون دو طارت واش نقول لكم بنا ولا اروع، مقرمشين يعني 2 جور ابري بقات حبه وفريجيدير وبقات هكذاك تتقرمش. شوفوا كيفاش تجي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تشجعوني بالاعجاب والاشتراك في القناه حتى نتلاقى مع وصفات اخرى، والسلام عليكم.